بدون فرن، بدون زبدة، هنعمل احلى كوكيز الاقتصادي وهنعمله على البوتاجاز وبطريقة سهلة جدا واقتصادية. تعالوا بينا نشوف الوصفة. دلوقتي معانا بيضاية بدرجة حرارة الغرفة، وبقى المكون الرئيسي بتاعنا بدون سكر. هنحط نص كوباية عسل اسود. العسل الاسود قيمة غذائية للأطفال. ودلوقتي هنحط، وبدل مش هنحط سكر، هو كده كده احنا هناخد السكارة بتاعة العسل الاسود، ورشة فانيليا، ونص كوباية من الزيت بدل الزبدة. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض. وقومي بقى خلاص، انا الطريقه كلها عندك، قومي يلا فرحي العيال واعملي شويه كوكيز اقتصادي وسهل وسريع ومش هياخد منك 10 دقايق. ومعانا دلوقتي من نص كوبايه دقيق لكوبايتين دقيق. ومعانا بقى رشه بيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر صغيره ممسوحه، ومعلقه صغيره من بيكربونات عشان تديها نفشان شويه، ورشه الملح. تمام. هنحط معلقه كاكاو عشان نعزز الطعم. دلوقتي زي ما انتم شايفين لزقت معايا ازاي، يبقى هنكمل بقيه النص كوبايه التانية. يبقى احنا كده الوصفه اخدت معانا كوبايتين دقيق. وبصوا انا مش هعجن، انا بس بلم لحد ما الدقيق يختفي زي ما انتم شايفين كده. وهنشكلها مع بعض زي ما انتم شايفين. ولو وصلت لحد هنا يا بنات قولوا لي رايكم في الكومنتات، وتصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما تنسيش اللايك والكومنت عشان ده هيفرحني جدا، وبفرح من كومنتاتكم الجميله. دلوقتي بعد ما شكلتها، بعد ما عجنتها معاكم وما بتلزقش، هنشكلها زي ما انتم شايفين كده وهحطها في الصينيه. ولازم يا بنات قبل ما تشتغلوا بيها تحطوها في التلاجة 5 دقايق 10 دقايق، وتحطوها بقى على النار. انا بقى هنحطها على النار، هوطي النار شمعة خالص. ولازم تغطيها يا بنات زي ما انتم شايفين، لازم تغطوها خالص وتسيبوها من 15 ل20 دقيقة. تمام. وتسيبوها على النار هاديه خالص كده شمع. وطبعا أنا دلوقتي عشان انا الصينيه كبيره زي ما انتم شايفين ما عنديش غطا، فجبت الفويل وهغطيها زي ما انتم شايفين. وهغطيها زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي شوفوا انا حطيت الشوكولاته كلها كده على الشوكولاته من فوق كده زي ما انتم شايفين، وحطها في الفريزر. ودلوقتي بعد ما طلعتها من التلاجة، قصدي اهو، بعد ما طلعتها من التلاجة غطيها بالفويل واحطها على نار شمعة. لو انت بقى ايه بتخافي ان هي تشيط منك حطي شيوطة، ولكن انا بصوا اهو، بصوا زي ما انتم شايفين نار بسيطة جدا 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 زي ما انتم شايفين. دلوقتي بعد ما طلعتها بصوا بقى، هحط زي خلة سنان كده عشان اشوفها، لو طلعت زي كيكة، لو طلعت معاكي نضيفة يبقى تمام. انا بطلعها راح تطلع معايا. وبصوا مش محروقة ولا مكتومة، بصوا شكلها جميل ازاي، والله ما هتاخد منكم حاجة خالص. وبصوا بقى جمالها وحلاوتها ازاي، طرية وجميلة جدا من جوه. وما تنسوش يا حبايبي لو عجبتكم الوصفة تقولي رأيكم فيها.